السلام عليكم حبابات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ ان شاء الله يا ربي تكون اموركم كامله بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جيت باش نبارطاجي معكم التجربه ديالنا مع الجيرفليكس. هذا الفيديو صراحه بزاف ديال الاخوات كيتسناوه، كنت بارطاجيت معاهم صور ديال الجيرفليكس وبزاف منهم كيفكروا انهم يديروه نظرا للمشاكل اللي عندهم مع الارضيه. فكاع دوك التساؤلات اللي غادي يكونوا عندكم على الجيرفليكس، الفرق بينه وما بين الباركي، العيوب ديالو، الاخطاء اللي ما توقعوش فيها في التركاب، الاثمنه، مهم كل ما كيخص الجيرفليكس غادي نجاوبكم عليه في هذا الفيديو. فرجاء منكم الى عجبكم دعموني باللايكات ديالكم، والناس الجداد الف مرحبا بكم اللي لا تشوفوا القناه، والناس القدام اكيد دائما مرحب بكم وعلى راسي. وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. واول حاجه غادي نهضر لكم عليها هي شنو هي الاسباب اللي خلاتنا نديرو الجيرفليكس. هاد النقطه بالذات بغيت نجاوب عليها بعض الاخوات لانهم كانوا انتقدوني، يعني بحال راه هذا تبدير، انت عندك الزليج زوين ومشيتي درتي الجيرفليكس، فظاهريا كيبان لكم ان الزليج زوين، ولكن هذا الشيء من بعيد كتبان لكم فيه واحد اللمعه لاننا حكيناه وحكيناه وحكيناه. ولكن ملي كتنزلوا شويه حتى الارض وكتقربوا تشوفوا، او لا غير الا كنتو زعما كاين هكا مباشره في الدار وكتشوفوا، فراه هذا هو الواقع اللي كيبان. وهذا الشيء راه من بعد يعني عدد مرات بزاف ديال الحكان اللي تحكات هذا الدار، راه ما نقولش لكم شحال ديال لي برودوي باش توصلنا لهذه النتيجه. فهاد الشيء علاش فكرنا في الجيرفليكس، ومن غير زعما كاين كاع هادشي اللي كيبان لكم الزليج ما راكبش مزيان، كتلقاو زليجه طالعه وزليجه هابطه، الجوانات كحلين، وعاد باش شي بلايص فيه منقطين هانتوما بحال هكا. هادو راه عينا بالكراطوار، ما خلينا ما درنا والو، هادشي ما بغاش يتحيد. هادشي علاش فكرنا في الجيرفليكس، بان لينا هو انسب حل ماديا ومعنويا. فهو ما كيتقامش مكلف بحال الزليج راه التكلفه ديالو اضعاف الجيرفليكس. وحتى يعني الا هضرنا على تماره تاع الزليج راه لا اله الا الله باش يتبدل الا كنتي ساكن في الدار وعندك الباكاج. اما الجيرفليكس فرحنا السيد يعني الدار كامله ضربها لينا في نص النهار. كان معاه مساعد واحد وتبارك الله يعني يديهم خفيفه. كاين اللي كيخدموا في يومين بالنسبه للمساحه قد هذه اللي عندنا، المهم كتبقى على حساب يد المعلم. حاجه اخرى، واحد الخطا احنا وقعنا فيه، احنا هاد الباكاج هذا اللي عندنا ما خرجناش على برا الكولوار ديال الدروج، ما فكرناش صراحه في هاد الفكره. بقينا هاد الشيء كامل اللي كتشوفوا كنحولوه من بلاصه لبلاصه، على ما كيساليو بلاصه كنحولوا كل شيء، وصراحه عيينا فيه، ولكن ماشي مشكل. وحاجه اخرى اللي هي مهمه، صورتها لكم مع كي دخل المعلم وبدا يحط في الدوزن ديالو، وهي الكولا. علاش؟ لان الكولا واحد الحاجه اللي مهمه في التركاب ديال الجيرفليكس. شحال ما كانت الكاليتي ديالها مزيانه، شحال ما الجيرفليكس ديالكم كيلصق لكم بواحد الطريقه اللي هي ميته مع الارض، ما كيدخل ليه لا هواء لا ماء، وفي نفس الوقت كتعاونوا انه يقصاح، يعني تيولي مع المده قاصح داك الجيرفليكس في الارض وميت بحال الا يعني تقولوا دايرين الزليج ماشي الجيرفليكس. وهنا غادي يبان لكم ان المعلم بدا باول قطعه ديال الجيرفليكس اللي تبارك الله غادي تشد من الصالون حتى للمراح، قطعه وحده ما فيها حتى شي ملاقيه. وهذه واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف. الا بان لكم المعلم غادي بخدمه بحال هكا ما فيهاش كثره تقاطع ولا شوت، عرفوا انه تبارك الله معلم حريفي، والعكس صحيح. وحاجه اخرى تاني باش كتنقصوا من هادوك لي شوت اللي كيزيدوا عليكم حتى في التكلفه، يعني ملي كتلقاو الشياطه بزاف راه بيان سور داكشي كيكون زايد عليكم في الثمن. فكيرجع هادشي حتى الرولو اللي نتوما خديتو اش من قياس، يعني واش اللي فيه عرض 2 متر ونص ولا 2 متر ولا 3 متر، لان هادو هما القياسات اللي كيكونوا فيهم. احنا بالنسبه لينا السيد او المحل اللي خدينا من عنده هاد الجيرفليكس واللي هو يا كاسين ديكور راه غني عن التعريف. بالنسبه لهاد المحل هذا فاش مشينا عندهم ما عطيناهمش حنايا العبار،
صيفطوا لينا هما معلم، خدا لينا داك المعلم العبار، وعلى حساب داك العبار اللي خدا لينا نصحنا اننا ناخذو من الرولو ديال 2 متر ونص. فمني عبر هو الدار لقى ان اغلب الحيوط عندنا تقريبا فيهم هاد العبار هذا، فالحمد لله جا قياس مزيان. بالنسبه لهاد الرولو هذا فاش جابوه راه كيجي رولو كبير بزاف، يستحيل غيطلع لا في الدروج لا في لاسانسور، لا ما يمكنش يطلع. داكشي علاش كيقطعوه في الزنقه. فطلع عاود خدا العبارات وقطعوا في الزنقه وطلع لينا لي غولو هانتوما بحال هكا كي كتشوف. وراه كاينين بعض المعلميه اللي كيديروا الكولا غير على حاجه وحده، يا اما الزليج او الجرفليكس هكا باش كيقتصدوا على ديك الكولا. دابا غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كيتطرح بزاف، وهو شحال السمك اللي خصنا ناخذو في الجرفليكس. الوغ بالنسبه للسمك اللي خصنا ناخذو فيه بالنسبه للاستعمال المنزلي كيكون ما بين 2.8 ملم هكا حتى ل 3 ملم، هذا في المتوسط واللي شائع. الا خدينا قل يعني هنايا كنوليو كندخلو، يعني مثلا الا خديتو 2 ملم او لا ملم ونص راه كيكون رقيق، كيقدر مثلا يتقطع ليكم شي حاجه تجروها كاع ما كتكونش حاده وكيتقطع. هادشي علاش من الافضل ناخذوا هاد المتوسط وما ناخذوش عاوتاني اللي يكون غليظ بزاف. هذاك ثاني اللي كيكون غليظ بزاف كيكون الاستعمالات اللي هي يعني مهنيه، بحال الناس اللي كيكونوا عندهم لي سال دو سبور، يعني الناس اللي كيكونوا عندهم شي حاجه عليها الدرك. اما الضر داكشي اللي فيها باين، يعني الانسان راه كيتمشى برجيلاتو. الفراش راه كنحطوه، ومن الافضل يعني الجرفليكس ما ديروهش مثلا حتى تكونوا دخلتو الثلاجه، دخلتو هكا لا ماشين لافي، باش داك الحوايج اللي هما كبارين كيتجروا تيفيتيوهم. وسمحوا لي هنا بعدا نشرح لكم المعلم شنو تيدير، عاد نكملوا. فهنايا الا لاحظتوا جا باش يدير طرف على طرف، ولكن ماشي حطهم حدا بعضياتهم، كيدير واحد فوق الاخر وكيحاول انه يقاد السواقه على اختها عاد باش كيقطع بالكوتور. بهذه الطريقه هذه كيجي داك الجوان ميت لدرجه انه يعني ظفرك ما يتخشاش لك فيه، يعني بحال شي شعره اللي دخل غتقول لي قلب لي على الجوان ما غاديش يلقاه. فهذه يعني طريقه اللي هي احترافيه وماشي اي معلم كيخدم بها. وهانتوما باش ما يجيوش لي شوت بزاف، شوفوا هذا الطرف هذا اللي جا في الكولوار راه ما جاش مقطوع، يعني تبارك الله عليه قطعوا في الزنقه بهذا الشكل هذا باش يعني يجي داك الكولوار غادي متصول. وهذه صراحه طريقه اللي كنت انايا اول مره غادي نشوفها، علما انني قبل ما نركبوش بزاف ديال لي فيديو، ولكن يعني ما كانش كيتركب بهذه الدقه. دابا غادي نهضر لكم على الاثمنه. بالنسبه للاثمنه فملي كنا هكا كندورو في السوق لقيناها كتبدا من 60 درهم وكتمشي حتى ل 200 درهم على حساب الجوده وعلى حساب حتى السمك وعلى حساب حتى يعني البلاصه فين كيتباع. راه كاينين صراحه شي بلايص اللي كيكونوا زايدين في الثمن، وبالنسبه حنا للثمن باش خديناه هو 70 درهم. هاد الثمن هذا الصراحه ناقص على السوق. احنا نفس هاد الجوده هذه لقيناها عند بزاف ديال المحلات اللي كاينين في نفس البلاصه اللي هي القريعه فين كاين هاد المحل هذا ديال كاسين ديكور اللي دايرين ليه 80 درهم، وهو صراحه ناقص في الثمن. يعني كنظن لانه كيبيع بكميات اللي هي كبيره فكيكون عنده الربح في الكثر. وواحد الملاحظه بالنسبه لديك التكستور ديالو او الملمس ديالو، راه كاين اللي كتلقاوه ملس وكاين اللي كتلقاوه حرش وكاين اللي كتلقاوه ما بين وبين. الافضل انكم تاخذوا اللي ما بين وبين. وداك اللي كيكون ملس راه كيزلق، يعني بحال الزليج. بالنسبه اللي كيكون حرش في التجفاف شويه كيمحل لان كتلصق فيه الخمله الشعار الوساخ. فداك اللي كيكون بينو بين صراحه كيكون ممتاز. ما تسلقوش فيه، يعني مثلا كنتي كتسيقي فيه ما تلبسي كاع صندالتك ما تخافيش، وكيتسفف بسهوله. وما حدنا كنهضروا على التسياق والجفاف، فغادي نبغي نقول لكم ان الجرفليكس راه الا تركب مزيان راه عادي تسيقوه، ما عندكم مناش تخافوا. خاصو غير يكون مركب بطريقه احترافيه وصافي.
بالنسبه للباركي لا، الباركي تاني يعني كيكون خشب طبيعي، وحنا عارفين الخشب ما كيبغيش كثره الماء. وحتى بالنسبه للمنظفات يعني ماشي اي منظفات كنستعملوها الباركي، على عكس الجيرفليكس. الجيرفليكس راه غير ميكا، غير بلاستيك، كتنظفوه باي حاجه الا مثلا جافيل، حاولوا تبعدوا عليه حينتاش كيكشفوا. بالنسبه لي انايا صراحه الجيرفليكس كنفضلو على الباركي. من واحد الناحيه الثمن ديالو قل من الباركي. الباركي اللي بغى شي حاجه اللي هي مزيانه وتصبر شويه على الماء فخصو ياخذ الباركي بي في سي. والباركي بي في سي كيكون زايد تا هو في الثمن ديالو. يعني خصوصا بعدا كاين الناس اللي ما بغاش دير باركي بي في سي يديروا باركي عادي في الدار وفي الكوزينه. ضروري ما ديروا البي في سي لان تيكون عليها الدرك، وضروري ما كتبغيو تخويو فيها هكا الماء شويه، هكا تغسلوه بالشطابه ولا بشويته لان تيكونوا فيها الدهون. تاني واحد القضيه اللي تتخلعني من شويه من الباكي، هو كنشوف برا الناس بزاف تينوض ليهم فيه اولا كيشد ليهم فيه داك البق. فهذه هي واحد النقطه اللي كتخلعني منه. ولكن يعني انا ما مجرباش باش غادي نحكم لكم 100%. فانا كنقول لكم الراي ديالي، وكل واحد يعني راه يعني كيبقى الاختيار ديالو وشنو هو تا هو شاف من تجارب. فانا بالنسبه لي الجيرفليكس فيه مميزات بزاف، واللي قبل ما نكملها معاكم غادي هكا نثير انتباهكم للطريقه اللي قلت لكم عليها باش كيقطع دوك لجوا. هانتوما شوفوا حتى حط طرف على طرف عاد باش دار المسطره وكيقطع بالكوتور. هانتوما غتشوفوا دابا ملي غادي يحيد هذاك الطريف اللي قطع ما غيبقاش يبان تماما داك الجوا، يعني كي الشعر. فدابا نكمل لكم المميزات ديال الجيرفليكس اللي صراحه اكتشفتها فيه من بعد ما استعملناه. فمني كطيح لك شي حاجه ما كتهرش، مثلا طاح لك كاس ما يتهرش، طاحت لك شي حاجه ما كتسمع الصوت، تمشي عليه حفيانه يعني ما تخافيش من البرد. ولكن يعني ملي كيبدا شي شويه هكا يدفى الحال، فمني كتمشي عليه تماما بحال مفرشه شي طابي، لانه يعني كيشكل واحد الطبقه عازله ما بينه وما بين الزليج. وحتى مثلا هكا اللي عنده وليدات صغار كتكون فيهم الحركه بزاف، ويعني كيصدعوا شويه الجيران، فهو شويه كيعزل شويه هذاك الصوت. الا كانوا عندكم حتى وليدات كيلعبوا باللعاب على الارض فشويه داك الصوت كيتنقص. وشوفوا ليا الطريقه تبارك الله باش كيفيني هادوك البلينتات ديال الحيط، كيفينيهم بواحد الطريقه ممتازه، كيجيو غاديين في نيفو واحد ماشي شي طالع شي هابط. وهنا راه غادي يبان لكم شويه كيشيط هذاك الجيرفليكس. علاش؟ باش في التقطيعه كيكون عنده كل شيء مقاد بحال غادي على مسطره. كيقول لك هو اللهم نشيط واحد شويه وكتجيني تقطيعه مقاده، اولا ندير واحد العبار اللي هو قليل في داك الجيرفليكس، ومنين نجي نطلعو مع الجناب يولي ما كيفيش ليا هذيك البلينت. هانتوما شوفوا هنايا العتبه تبارك الله كيجيب الزواقه على اختها. ولو ان غادي تكون تما ديك الباكيطه ديال الانوكس، ولكن مع ذلك يعني كيبغي خدمته يعني هكا تجي كامله متقونه، اللي غيبان وحتى اللي ما غاديش يبان. وبالنسبه لي غادي يمشي عند هاد المحل هادو مثلا عند كاسن ديكور وبغى يصايب عندهم الجيرفليكس، فراه عندهم بزاف ديال المعلمين. المهم انا دابا دويت لكم على تجربتي مع هاد المعلم هذا بالضبط. ولو انني يعني ما تنظنش انه محل عنده سمعه طيبه يقدر يجيب مثلا معلميه ماشي في المستوى، فانا ماشي زعما تنضرب فيهم. ولكن انا تنقول لكم هاد السيد هو اللي خدم معنا حنايا. لا قدر الله مثلا شي وحده تقدر يجي عندها شي معلم خور ما يقادش ليها شي حاجه كيف ما شافتها عندي وتقول لي راني مثلا كذبت عليكم في شي حاجه ولا. فانا قلت لكم المحل وقلت لك وريتكم حتى المعلم هو هذا اللي كتشوفوا لابس هذا الكحل. وبالنسبه للوينات ديالو فهو فيه واحد لاغشوا اكثر من الباركي. انا بالنسبه لي دائما تنفضل الالوان اللي شويه بارده. انا راه هاد اللون هذا ما لقيته غير بالكشايف، كنت باغا لون بارد. ولكن مني يعني صراحه كنت باغا لون باج بحال داك اللون ديال الرخام. ولكن بزاف قالوا لي راه غير الخطاوي كيبانوا فيه، الا غير شي حد مثلا دخل غير صباط وحده الباب في ديك الدخله الا حطو غيبانوا فيه الخطاوي. ففكرت في شي لون اللي يكون شويه اغمق بواحد درجه ولا جوج على الباج. فلقيت هذا جا شويه مكاسب بواحد شويه ديال الماعون.
فانا بالنسبه ليا الناس اللي عندهم مساحات صغيره، وكنقولها دائما وبالاخص الناس اللي ما كتكونش عندهم الدار ضاويه، ديروا دائما الوان اللي تكون مفتوحه سواء في الحيط او الارضيه. والناس اللي كتكون عندهم مساحه كبيره والدار كتكون عندهم ضاويه مزيان، راه ديك الساعات كيبقى الاختيار ديالكم. وثاني واحد النقطة باش نكون صريحة معاكم، ممكن هذه نقطة تكون سلبية، وهي انه الا كان عندكم شي زليج اللي كيكونوا الجوانات ديالو محفرين خاويين وكيكون يعني راكب مديكالي بزاف، يعني باين فيه العيب، ديك زليجة طالعة وزليجة هابطة، فراه كيبان فيه شوية، خصوصا الا كان رقيق. فاذا كان رقيق غادي يجي باين لكم فيه العيب. وشحال ما يعني كيكون هكا زليج مقاد، شحال ما كيجيكم الشكل ديالو زوين. غير بحال دابا مثلا بالنسبه لينا حنايا ما كانش عندنا واحد يعني واحد الزليج اللي فارق بزاف مع خوه، يعني بواحد الشكل اللي هو ملحوظ بزاف. داكشي علاش ما الا حققتي فيه الشوفه كيبان لك شويه دوك المعينات شويه كيبانوا، ولكن حتى كتحققي فيه الشوفه. وهنا كتشوفوا هاد الباغيت هادي واحد الباغيت ديال اينوكس، كتكون اختياريه، كاين اللي كيبغي يديرها كاين اللي ما كيبغيش يديرها. هي الدور ديالها هي انها كتزيد تحمي لينا داك الجوان من الماء. كيدير عليها المعلم الكولا، كيدير في ديك الملاقيه الكولا وكيحط هاد بحال هاد المسطره هادي ولا هاد الباغيت هادي، كيديرها من الفوق. الا بانت لكم مع الوقت تهزات، هنا كتعرفوا انها تهزات لكم بالماء. مثلا الا كنتو كتسيقوا ولا الا كنتو في شي بلاصه فيها الماء، بحال دابا الدخله ديال الباب عزكم الله ديال الطواليت، بانت لكم تهزات، عرفوا راه داك الماء اللي كيمشي هو اللي خلى ديك الباغيت تهز. هنا عاوتاني كيخصكم تعاودوا ليها الكولا. فمهم هادشي اللي كاين. وواحد النقطة قبل ما نختم معكم الفيديو خصني حتى هي نقولها لكم، وهي فاش كتركبوه في الاول حاولوا ما امكن انكم تبعدوا عليه الماء. انا كندوي لكم على داك الشهر الاول فاش كيتركب، لان خصو ياخد وقته باش يلصق مزيان. فمن مورا شهر ديك الساعات يعني ما كتاخذوا شويه راحتكم. اما في داك الشهر الاول غادي تجفوه غير بواحد الشفاف اللي كيكون ما فازكش بزاف، يعني ماشي داك الميمان اللي كتعرفوا. من بعد ملي كيدوز الوقت، مثلا كيدوز واحد شهرين 3 شهور ماكسيموم، صافي كتاخدوا فيه راحتكم، تقدروا ديك الساعات تكبوا الماء وتجروه عادي. بالنسبه في الاول كتكون ريحه الكولا في الدار عاطيه، زعما الا كان عندكم شي وليدات ولا شي حد فيه الحساسيه خصكم تعرفوا هاد النقطه هذه، راه تتبقى في الدار، فخص الدار تايغها ومع الوقت راه كتمشي. واحد القضيه اخرى نقولها لكم اللي هي من العيوب بالنسبه ليا ديال الجيرفليكس، وهو ديك الكولا باش كيلصق خاص يعني لا قدر الله الله يحفظ، ملي كتكون شي عافيه في الدار فديك الكولا كتفاعل معاها وكتسرع الاشتعال. داكشي علاش ايفيتيو تخليو مثلا هكا شي تليفون في الشارج واحد المده طويله، ولا تخرجوا تخليوه وهو محطوط على الجيرفليكس. ف يعني ردوا البال شويه لهاد المساله هذه. والناس اللي عندهم زليج اللي زوين، انا ما غاديش ننصحكم نقول لكم غطيو زليج ديالكم. الا عندكم زليج زوين ما فيهش عيوب، يعني زليج كبير عاطيكم واحد اللمعه في الدار وواحد الانعكاس للضوء، فخليوه. الا عشقتوا هاد الشكل ديال الباركي اولا جيرفليكس ممكن ديروه في غرف النوم اللي كيحتاجوا واحد الدفء وكيبغيوها كيكونوا روميين وفيهم واحد الطابع خاص، فممكن ديروه ليهم. وممكن يعني منها حتى تجربوا هذاك الجيرفليكس واش غادي مثلا يعجبكم ولا لا. جربوا بواحد البيت ولا بواحد البلاصه، عاد ديك الساعه تكملوا الدار كامله. هادشي اللي كاين. حتى لهنا غادي نكون ساليت معكم الفيديو، كنتمنى نكون عطيتكم جميع المعلومات اللي غادي تكونوا فكرتوا فيها ولا تسائلتوها. الا مازال عندكم اي تساؤل خليوه ليا في لي كومونتير، ولا عجبكم الفيديو لايك ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خليت لكم الراحه.